قصه ونفس الموضوع اللي الكباتن بيوقعونا فيه. لما يجي لك ريكويست وتروح للعميل وتلاقي العميل بتاع 5 6 ومعاه 4 اطفال وترفض اللي انت تركبه، والعميل بكل تناكه يقول لك ما انا بطلب اي عربيه والعربيه بتيجي تاخد نفس العدد. قلت لها معلش انا اسف. قالت لي مش هتركبنا. قلت لها لا انا اسف العدد كتير. قالت لي خلاص كنسل. قلت لها لا كنسل انت. قالت لي لا انا مش كنسل. المهم فضلت مستني، طلبت عربيه وانا واقف من تليفون تاني، وجه وراجل ركبهم. عربيه قديمه موديل مثلا نقول موديل 2001، ما اعرفش بقى ده ان درايفر ولا ده ايه، مش عارف. بس الفكره فاهم يعني انا دلوقتي قاعد بص متقدر قريب منها، هي ما قدرتش تلغي وانا مش هلغي برضه، كان مش هخسر نسبه الالغاء انا مش هخسرها تمام عشان خاطر واحده قليله الذوق. فانا رحت للمكان اللي هي طالبه منه، وانا واقف بص انا واقف فين؟ يعني واقف قريب من السلم بالظبط. يعني المفروض انزل في حته اسمها سلم المطحن في الجيزه. هي انا مش فارق معايا 8 جنيه، انا مش عايزهم، بس انا ما ايه، هي بتقول لي لا مش كنسل انت. طب خلاص بقى بالشفا يا بنت المقشفه.